الفنان الشاب مراد فكري. اهلا وسهلا. ولا اقول بقى مراد فكري صادق؟ والله هي الناس بقى تعرف بقى. لا، في ناس كتيره ما تعرفش ان مراد فكري صادق بالظبط. بس طبعا هو يعني انا بتشرف ان انا مراد فكري صادق. بس هو الناس عارفه مراد فكري. وانا مبسوط جدا بوجودك جدا جدا، يعني مبسوط بوجود مهلزم لانها لذيذه خالص الموضوع. انا دخلت حتى اتفرجت على الحلقه بتاعت استاذنا الراحل حسن الديب، انبسطت جدا 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 وعجبني البوست نفسه اللي انت كاتباه اللي هو اتعرفوا علينا. هسألك أسئلة سريعة جدا يلا تجاوب عليها بمنتهى السرعة من غير ما تفكر. اسمك بالكامل. انت اللي هتسوقي اسمك بالكامل. مراد فكري صادق. خريج ايه؟ خريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للسينما 2005 قسم إنتاج. قبلها كان في دراسة ولا هي دي دراسة؟ قبلها دخلت سنة آداب عبري ولم ينجح أحد، ودخلت سنة تجارة ولم ينجح أحد. فشل ذريع. وبعدين طلعت الأول 4 سنين على دفعتي في معهد سينما، عشان هو ده اللي أنا كنت عايز أقدمه أصلا من الأول. باباك كان رافض؟ لا، الموضوع مش بابايا كان رافض، وأنا قدمت إخراج واترفضت. فجات لي ايه يعني التنسيق بتاعي كان جايب جامعه عين شمس. فدخلت اداب عبري وقلت ان انا ابدا كاتيجوري تاني جنب التمثيل، بس ما كملش. فجيت اقدم في المعهد اقول لا ده التقديم خلص، فدخلت تجاره عين شمس وما كملش لغايه ما دخلنا معهد سينما. لو اتعرض عليك 3 اعمال سينما تلفزيون مسرح تختار ايه؟ اختار سينما. لان السينما ارشيف، بعد 100 سنه هتتفرجي عليا. المسرح متعته وقتيه، لكن هو ابو الفنون. والدراما انا بسميها الخلاط. يعني ايه الخلاط؟ يعني مهما عملت من مسلسلات بكتيرك قوي يطلع لك لازمه او لازمتين الناس تفتكرهم في المسلسلات وتفاجئ ان انت عامله تاريخ يخض اي حد. لكن السينما ارشيف، بعد 100 سنه انت بتكتبي فيلم الحرام لشكري سرحان بيظهر لك، وداعا بونابرت ليوسف شاهين بيظهر لك. فهي برضو السينما ارشيف. اكتر دور عملته بتحبه قوي ليك؟ اكتر دور عملته بحبه قوي ليا سفينه في وش سجون، عشان كان ساركازم. انا بحب الادوار الساركازم جدا. اكتر دور عملته مش راضي عنه قوي؟ اكتر دور عملته مش راضي عنه قوي اول فيلم عملته في حياتي اسمه ماشيين بالعكس. بندم ان عملت. ليه؟ كان ايام الكحرته، وكنا بنقول يعني عايزين نطلع في شاشه السينما. فلا قرينا ولا عملنا، ولما اتعرض الفيلم طبعا يعني شيء مسيء لسمعه اي فنان. لا ده انا هشوفه. لا ماشيين بالعكس. بصي هو عايز اقول لك اختك ايه محمود حميده عملت الفيلم ده وما مثلتش تاني. لؤي عمران عمل الفيلم ده وهاجر امريكا. حسام داغر عمل الفيلم ده وقعد 6 سنين ما يعرفش حاجه عن الفاتن. بس هو طلع يعني، وكان في ناس جميله. يعني كان في آية، وكان في آمي طلعت زكريا يتهيألي ثانك يعني، وكان في مراد فكري، كان في ولد اسمه بندق رحمة الله عليه، محمد شرف، انتصار. كان في مجموعة لطيفة يعني. حلو. لا انا شوفوه يا جماعة علشان نوصل كل المكحرتين. طب قول لي، بتعتمد على باباك بقى في المجال؟ لا خالص مفيش. انا بعتمد على بابايا لما بروح اجدد الرخصه. بصراحه ما بيحبوه هناك في المرور قوي. عم فكري ويجددوا له الرخصه. لا مش هينفع اعتمد على بابايا، لان انا لو اعتمدت على بابايا هبقى مراد فكري صادق ابن فكري صادق اللي بيمثل. انا حابب ان يتقال لك مراد فكري اللي بيمثل، اللي عمل دور كذا وكذا، وفيما بعد يعرفوا ان انا مراد فكري صادق. ده كان شيء لطيف يعني. ده بالنسبه لي انا ستيب مهمه انا بدور عليها، حاجه ببنيها بايدي. طبعا يعني هو طبعا بركه الحياه اتعلمت منه حاجات كتيره جدا، وفر عليا مشوار طويل. في اولي طبعا هو اللي كان بيدعمني، هو اللي كان بيرشحني، ولكن انا خرجت بره العبايه دي لان هو كمان بيلعب خط مش انا اللي بلعبه. يعني بابا بيلعب الفيلن قوي. انا بلعب الفيلن اللي هو متعاص كوميدي، واحيانا يبقى كوميدي متعاص فيلن. مدرسه عم توفيق الدقن، مدرسه عم ستيفان روستي، اللي هو تقعدي مستنياه يطلع يأذي البطل عشان تضحكي. هي دي. طب ايه اكتر الكاركترات اللي تحب تقدمها غير الفيلن؟ يعني شفناك خلاص في الفيلن. بصي هو اي كاركتر ممتع للممثل طالما ليه ادواته او التولز بتاعته. لكن من الكاركترات اللي بتمنى اعملها الدور الكفيف المعتوه. عملت انا حد عنده شيزوفرينيا، فانا يعني اوريدي عملت مريض نفسي قبل كده، مرض الشيزوفرينيا اللي هو انفصام في الشخصيه. بس هو ده يعني الدورين اللي انا ما عدوش عليا واتمنى ان العبهم، لان انا عارف ان العبهم من سكه كده قد تكون جديده شويه. طب قول لي ايه الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عنك؟ الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عني ان برج الميزان حد هادي خالص، رومانسي. الناس فاكراني تشرد وتسول. موضوع ان انا دارس لغات، الناس فاكراني برضو تعليم مجاني على الله حكايته. في الرشاح يعني. عشان الادوار اللي انت بتعملها انت محصور في حته بنت لذينه والله بجد. فيعني لايق عليك بصراحه يعني. ايه تاني ما يعرفوش؟ ان انا سنجل والله ما اعرف.
هو ده الحاجات اللي الناس تعرفهاش، لكن انا دايما يعني انا شغل يعني انا حياتي عباره عن شغل. فالناس دايما بتعرفها من خلال الاخبار او من خلال البوستس على السوشيال ميديا. طب قول لي يعني استاذ فكري صادق اثر عليك ازاي وفي ايه؟ والله اثر عليا في التعامل مع البشر عموما، مش جوه الوسط الفني بس. يعني حببني مع الناس، قربني من الناس، خلاني جمد قلبي شويه للناس يعني. وتعلمت منه بقى اداب المهنه يعني. يعني احنا برضو خلي بالك ده جيل عظيم جدا، جيل بيحترم ميعاد الكاميرا وبيحترم يعني ايه راكور ويعني ايه معايشه شخصيه. ما تلاقوش مثلا انا اقصر ده شعري عشان اعمل اعلان وارجع اشوف مكيري يطوله لي تاني. لا لا، الجيل ده جيل محترم قوي. يعني انا اشتغلت مع استاذنا نور الشريف، اشتغلت مع استاذنا عادل امام في بودي جارد، اشتغلت مع الاستاذ حسن الديب مسلسلين قبل كده. شفت في الناس دي طعم ممكن يعني نادرا لما بقابله في جيلي ناس عندهم الطعم ده. يعني بيعملوا كل حاجه بنفسهم. كانوا بيعملوا كل حاجه بنفسهم. اللبس يقعد يختار هيلبس ايه. كان عندهم عقيده جميله يعني بدات تندثر. لما تتعب في الدور قوي هو الدور هيحافظ عليك. كان عندهم العقيده دي، عشان كده تلاقيهم كانوا بيذاكروا قوي. عشان كده بعد 100 سنه تتفرجي عليهم ما تزهقيش، ما تحسيش ان هم لونجير، ما تحسيش ان هم ميس كاست. غير يعني الجيل ده بسرعه على اساس ان انا عندي ارتباط وعندي مش عارف ايه وعايز اروح اعمل هنا مشهدين ضيف شرف وهنا بقين وعندي عرض بالليل. في امبالانس في حياتنا، ده مخلي نسبه التركيز ضعيفه شويه عن الجيل اللي قبلنا. طيب قول لي ما اشتغلتش مع محمد رمضان تاني ليه؟ ما اشتغلش مع محمد رمضان عشان انا ماشي على الايه القرانيه اللي بتقول ورزقكم في السماء وما توعدون. اللي يرزق محمد رمضان بيرزقني. لكن صداقه، اصدقاء جدا، اخوات جدا، حبايب جدا. محمد قال لي جمله انا احترمتها فيه، قال لي يعني انا بعرض على المخرج ما بفرضش عليه. يعني بقول له الدور ده ممكن يلعبه مراد، ممكن يلعبه محمود، ممكن يلعبه احمد، هو يختار، لكن بحط اسمك ضمن الثلاثه اللي انا عايزهم. يمكن انا ماشي على المبدا او الايه القرانيه اللي قلت لك عليها دي، مريحاني جدا ومخليه علاقتي بمحمد متحافظ عليها متغلفه يعني. على اساس ان لو دخل شغلي من غيري النفوس ما بتشيلش من بعض. انا برضو ممكن اكون بعمل مثلا مسرحيه زي ده، انا برمي عليه افيه هنا في المسرحيه وقلت له يعني عزمت محمود قلت له خلي بالك انت لازم تيجي لان انا برمي افيه على محمد في الروايه الناس حابه. اما قلت الافيه محمود ضحك جدا، قال لي ده جامد قوي، ده حلو قوي الافيه هقوله لمحمد. يعني انت واخده بالك العلاقه ما بيننا فريندلي يعني ما فيهاش تحفظات يعني. طيب قول لي يعني ايه مهاليزم؟ مهاليزم حاجه كده ليها دهاليزم برضو انت مش فاهماها يعني. مهاليزم بونبونايه انا اطلقت عليها لقب بونبونايه عائله الديب. والله وهو فعلا الله يرحمه عرف يربي وعرف يأسس، وانت جواكي فنانه، حد رقيق جدا. واضح من المناقشه بتاعتك جوه الحلقه انك مذيعه شاطره كمان، وده شيء عظيم جدا لان اللي خلف ما ماتش. انا مبسوط قوي باللقاء ده، يا رب اشوفك في اعظم حته في الدنيا. انت تستاهلي كل خير يا مها جدا، واحنا بجد اتبسطنا جدا النهارده. ميرسي يا مها وجود لك فور مهاليزم. ميرسي ثانك يو فور ذا بيست يعني. ميرسي يا مور حبيبي. باي باي.